تمنيت أن يشبع أبي قبل أن يموت. كم من فقير يعيش بيننا لا نشعر به إلا بعد أن يرحل. الكثير من الناس لا يتصدقون إلا على الأرامل والأيتام، وكأن الفقير لا يستحق إلا بعد أن يفقد عائلته. طالبة مسكينة لم تكن تجلب معها طعاما، كنا نجتمع ونضع فطورنا معا دون أن يعرف أحد من أحضر أو لم يحضر. مات أبوها فتغير حالها، ظننا أنها ورثت شيئا، لكنها بكت وقالت: والله كنا ننام بلا عشاء، وكنت أنتظر المدرسة لأكل معكم من شدة الجوع. تمنيت أبي يشبع قبل أن يموت، يعني ما عرفوا أننا محتاجين إلا بعد موت أبي؟ العبرة يا أحبتي، لا تنتظروا أن يموت الفقير حتى ترحموا أولاده. تفقدوا الأسر العفيفة، تفقدوا جيرانكم وأرحامكم، ففي بيوتهم جوع وألم لا يسمعه إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أرخ يدك بالصدقة يرخ الله عنك حبال المصائب. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.